الحشاشين. حضراتكم في رمضان السنة دي في مسلسل باسم الحشاشين بيتذاع على قناة DMC تقريبا. أنا ما شفتش ولا حلقة من المسلسل ده لأن أنا مش من متابعين الدراما بقالي فترة، ولا حلقة شفتها. لكن مسلسل الحشاشين ده اكتشفت فجأة إن في ناس كتير بتتكلم عليه، ومين هم الحشاشين ومين هو مؤسس الحشاشين، وهل هم سميوا الحشاشين عشان خاطر ان هم بيشربوا حشيش؟ هنشوف حضراتكم في بساطة. اولا حضراتكم الموضوع كبير جدا، وفي الفترة الزمنية بها احداث كتيرة جدا، والموضوع ليه جذور. وعشان نتكلم بالتفصيل، انا اولا مش عالم تاريخ ومش متخصص في التاريخ، لكن على قدر المستطاع إن شاء الله هقول لحضراتكم بعض المعلومات اللي ممكن توضح ليكم بشكل عام يعني إيه طائفة الحشاشين. طائفة الحشاشين حضراتكم هي طائفة تنتمي إلى الشيعة حضراتكم، ومؤسس هذه الطائفة هو الحسن الصباح. باختصار كده، أسست هذه الطائفة في شمال فارس في قلعة تسمى قلعة الموت. ده المكان اللي أسست فيه طائفة الحشاشين. طائفة الحشاشين حضراتكم أحد طوائف الشيعة الإسماعيلية. الإسماعيلية مش نسبة لمحافظة الإسماعيلية حضراتكم، لا إطلاقا، نسبة إلى ابن جعفر الصادق إسماعيل الذي توفى، واعتقدوا أهل الإسماعيلية اللي هم منهم طائفة الحشاشين إن ده مش توفى، بل هو يعني مختفي أو مستخبي، وهيطلع ويطلقون عليه هو المهدي المنتظر، وهيجي في يوم من الأيام. ده باختصار موضوع الحشاشين. هي طائفة تنتمي إلى الإسماعيلية، أحد طوائف الشيعة. إسماعيل اللي هو ابن جعفر الصادق، وقالوا عليها برضو إنها تنتقل إلى النزارية نسبة إلى النزير ابن المستنصر اللي كانت في أيامه الشدة المستنصرية. ده باختصار حضراتكم معنى الحشاشين. أفكارهم وعقيدتهم ده موضوع فيه جدل كتير، وزي ما قلت لحضراتكم أنا مش دارس للتاريخ ومش متخصص، لكن المعلوم حضراتكم إن الحشاشين هي أحد طوائف الشيعة الإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل ابن جعفر الصادق، وكمان ان المؤسس بتاعها اسمه حسن الصباح. ويقال والله اعلم ان حسن الصباح يعد كان موسوعة علمية. المسلسل المنشور في شهر المنتشر في شهر رمضان او الذي يذاع في شهر رمضان، انا والله لم ارى منه اي حلقة. انا حبيت اوصل لحضراتكم مين هم الحشاشين ولا اي طائفة، وزي ما قلت لحضراتكم هي احد طوائف الشيعة، لان طوائف الشيعة فيها كتير زي الاثنى عشر والاسماعيلية وما الى ذلك، ومؤسسها هو حسن الصباح حضراتكم. طيب هل هم سموا حشاشين عشان هم بيشربوا حشيش؟ ده القول السائد، لكن انا برضو مش متخصص في التاريخ. في بعض الاراء بتقول هم اصلا كان اسمهم الحساسين نسبة الى حسن الصباح، وفي بعض الناس بتقول كان اسمهم الحساسين بمعنى القتلة، والله اعلم. لكن الغالب الحشاشين انهم كانوا يتعاطوا الحشيش، وكان مقرهم حضراتكم في بلاد فارس، في شمال بلاد فارس، وهم أحد طوائف الشيعة. أما أحداث المسلسل التي تعرض أنا لم أرى منه أي حلقة. ده ببساطة حضراتكم طائفة الحشاشين اللي هي أحد طوائف الشيعة، ودي كل المعلومات اللي ممكن أوصلها لكم بشكل بسيط. وأرجع وأعيد الذكر، أنا لست متخصصا في التاريخ، ولكن هذا واضح ومعلم. أما تفاصيل الأحداث وأفكارهم دي حاجات ممكن يفيدكم فيها المختصين، لأن التاريخ حضراتكم بيكتبوه بشكل متباين يعني مختلف. في مقولة بتقول يكتب التاريخ من يملك القوة. أي حدث حضراتكم أو أي تسجيل تاريخي المفروض يسجل بعيدا عن الهوى، بعيدا عن الميول الشخصية. لكن الكتاب ممكن يكون فيه هوى شخصي لسرد أحداث معينة، ممكن يكون عدم أمانة الكلمة،
إذن الأحداث التاريخية متباينة ومختلفة حول الحشاشين، لكن الثابت أنهم أحد طوائف الشيعة وتأسسوا في شمال فارس، وهو مؤسسهم حسن الصباح. وأما حشاشين الغالب أنهم كانوا بيتعاطوا الحشيش والخمور وما إلى ذلك. وفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.